بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ المؤتمر الصحفي لمباراة فريق الساحل وفلق العوهي. معنا الكابتن هلال الجابري مدرب فريق الفلج. كابتن، لاحظنا أن فريق الفلج أو المباراة انقسمت إلى فريقين. الشوط الأول فريق الفلج أدى مباراة كانت فيها نسبة الاستحواذ، نسبة التمرير، الوصول إلى هدف الساحل كان أكثر. الشوط الثاني إيش اللي صار؟ ونتكلم عن مجريات المباراة بشكل عام فنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال، قدر الله ما شاء فعل. والله مثل ما تفضلت انت، الشوط الاول فريق يعني اللاعبين كانوا مستحوذين، وصلنا المرمى الفريق المنافس ولكن ما حالفنا الحظ. الشوط الثاني اول يمكن 3 دقائق سجلنا الهدف الاول، ولكن الحمد لله قدرنا نزيد الغلة وسجلنا الهدف الثاني. بعدين صار التراجع، فما أقول لك يمكن فريق الساحل فريق قوي نفس الشيء ما لكن ضغط علينا فريقنا، يعني وصل من بعد الهدف الثاني كذا مرة للمرمى ولكن توفيق ما حالفنا، فهذا اللي صار. فكان نقطة تحول لو ضربة الجزاء اللي حسبها الحكم، فمنسجل علينا ضربة الجزاء، كان هي نقطة تحول الفريق المنافس، فقدر أكثر يسيطر على مجريات المباراة، سجل الهدف الثاني وعادلنا. ضربات الجزاء تعرف تنصف، يعني ضربات ترجيحية ترجح أي لاعب، والحمد لله على كل حال. ما نعرف يعني احنا الفريق يعني في العاده الفريق اللي يتقدم بهدفين المفروض يعني ينهي المباراه، هل في اسباب ثانيه مثلا اثرت عليكم العناصر؟ لا بالعكس، والله الفريق مكتمل من جميع العناصر، يعني يمكن بدنيا بعض اللاعبين كانوا شويه اخر المباراه شويه نزرتهم، ويمكن لأسباب ظروف العمل حد يعني باقي اللاعبين جايين اليوم أو إن قبل المباراة بيوم يعني حتى ما تمرنوا معنا، فيمكن هذا سبب أو عامل من العوامل، ولكن نقول ما نخليها الأمور إنها تكون هي السبب الأول والأخير يعني. نستكمل المؤتمر الصحفي مع لمباراة الساحل وفلق العوهي مع الكابتن يونس الضبعوني. كابتن، نتحدث عن المباراة، معطيات المباراة. مثل ما قلنا ان الشوط الاول كان المباراه انقسمت الى نصين. فريق الساحل رجع في النص او الثلث الاخير من المباراه، في اخر 20 دقيقه من المباراه، بعد تسجيل هدف اللي هو السبق بضربه الجزاء، واستمر الفريق في الضغط على فريق فلق العوهي لغايه ما وصلنا ضربات الترجيح وتوفق الفريق الى بالفوز. نتحدث عن مجريات المباراه بشكل عام. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، توفيق الله سبحانه وتعالى، ولكل مجتهد نصيب. يعني احنا من خلال معطياتنا للمنافس يعني شفنا المنافس جيد في منطقة الوسط، فلذلك عمدنا نغير طريقة لعبنا إلى 4-5-1 كبداية يعني. فرغم ذلك يعني المنافس جيد في منطقة الوسط، عنده جودة ممتازة يعني. رغم ذلك على اساس ان نضيق المساحات، هذا الشيء اللي عملناه او التكتيك اللي عملناه يمكن ما نجح امام الاخرين، على اساس ان احنا ما نفتح ملعبنا ونستقبل اول هدف في الشوط الاول، وهذا بيكون عندنا بحد ذاته شيء يعني سلبي كبير. لكن في الشوط الثاني، بدايه الشوط الثاني، عمدنا تغيير طريقتنا المعتاده اللي كنا احنا متعودين عليه، نلعب 4-4-2. فالحمد لله رب العالمين. ممكن اخطائنا الفرديه اللي كلفتنا كثير في الشوط الثاني، وهذا فقدنا التركيز يعني بشكل كبير، لكن الحمد لله رب العالمين يعني حصلنا ضربة الجزاء هذه وعطتنا مثل الأمل الكبير، الدافع الكبير، حسيت إن يعني نهاجم أكثر ونركز أكثر، ويعني كل شيء بيدين الله سبحانه وتعالى، توفيق الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. كابتن، عودة الفريق يعني كان متأخر بهدفين وعاد ما شاء الله يعني إلى المباراة، وش السر في هذه العودة يعني؟ والله ما في سر، لكن احنا مثل ما قلت لك، احنا بداية الشوط الأول لعبنا 4-5-1.
بعد الشوط الاول انتهى الشوط الاول، شفنا الفريق يعني المنافس مكامن الجوده ماله، مكامن القوه، فلذلك غيرنا طريقتنا المعتاده اللي احنا نلعب فيها، يعني الفريق اللي كان متعود عليه اصلا. فلعبنا 4-4-2. للاسف يعني استقبلنا الاهداف باخطاء فرديه، من بعدها يمكن اخر 20 دقيقه اردنا ان نغامر اكثر، فلعبنا بثلاث مهاجمين كرؤوس حرب ثابتين، فممكن هذا اعطى دافع كبير وامل كبير، واستفدنا من هذا الطريق يعني الحمد لله. بالنسبه لركلات الجزاء يعني كان فريق فلج العوهي كان الاقرب لنهايه المباراه، يعني الفرص كانت النهايه تكون دائما عندهم هم، فبعدين مثل ما تقول تغير السيناريو، استوعبتكم الحظ، ولكن ايضا ربعكم يعني ضيعوا اكثر من فرصه عشان ينهوا المباراه. وقت البلنتيات كيف كان تعامل المدرب مع والله شوف، هاي البلنتيات هو شيء كل واحد وتوفيقه من الله سبحانه وتعالى، لكن اللي يكون هادي ومركز، لان هذا ضربه ترجيح او ضربه جزاء ما تحتاج ان انا اشوت، لكن انا اقول الهادي هو اللي يقدر يتعامل مع هذا، تحتاج الى هدوء نفسي اكثر. فلذلك انت تشوف اليوم يمكن ضربات كثيره ضاعت، لذلك ان اللاعبين بذلوا مجهود كبير في المباراه، من بعد هذا اثر شيء سلبي، انت ما تريد تخسر، واحنا في العاده يمكن هذا ثاني مره نشارك نشجع فريقك يعني، فما لنا حظ يعني ما لنا حظ نعدي من الدور 16، فالحمد لله اليوم يعني توفقنا، وهذا شيء بيدين الله سبحانه وتعالى الحمد لله. كابتن بداية نبارك لك فوزكم تأهلكم الدور المقبل. مثل ما أسلف الأخ الضربات الترجيحية، من وجهة نظري يعني شوف هل الفريق كان مستعد لهذه الضربات الترجيحية فريق ساحل؟ والله الله يبارك فيك في البداية يعني، لكن احنا من بداية شهر رمضان او قبل شهر رمضان كنا نشتغل على ضربات ترجيحية. للاسف احنا خسرنا في نهاية بطولة شجع فريق اللي معنا في الولاية، واللي خسرنا فيه ضربات ترجيحية، سوء التعامل وقلة التركيز. الان نفس الشيء، واجهنا نفس المشكلة في ظرف يمكن 7 أيام. هذا يمكن اثر نفسي شيء كبير، بالاضافة للمجهود انك خسران وتقابل منافس جيد عنده جودة ممتازة وهو متقدم منك، وبعد رجعت المباراة، فطبيعي يعني تحصل هذا الشيء الضغط الكبير.